شو قصة هذا الشاب الجزائري اللي اختفى أكثر من 30 سنة واللي يعتبر حاليا ترند بالوطن العربي؟ هذا الشاب الجزائري يا جماعة الخير اسمه بن عمران عميرة، اللي عمره 16 سنة، من مواليد 1996، جزائري الجنسية، اللي عايش في منطقة اسمها مدينة الجلفة اللي بتكون جنوب العاصمة، اللي طلع هذيك الفترة من بيته وما رجع نهائيا، اللي بلشوا أهله وإخوانه إنهم يدوروا عليه وبلغوا مركز الشرطة والصحف والأخبار وما كانوا يلاقوه أبدا بهذيك الفترة. واستمرت هاي الشغلة سنوات كثيرة، زي ما فيك تحكي إنهم فقدوا الأمل واعتبروه إنه مات بسبب طيلة الوقت اللي كانوا يدوروا فيها وما يلاقوا نتيجة. اللي ماتت أمه زعل بسبب فقد ابنها. بس بعد 30 سنة من هاي الحادثة وقبل يومين تحديدا نشر شخص موضوعه كامل أو رسالته على منصة الفيسبوك، اللي بيقولوا فيها إنه بن عميرة عمران حي يرزق ومربوط بسلاسل في منطقة جنب بيته تحديدا، اللي مسافة البيت ما بتتعدى أكثر من 200 متر. واللي زي ما وضحت الرسالة إنه هو محبوس في حظيرة أغنام تحت الأرض بين 4 جدران ضيقة، في ما تحكي إنك حفرة، وفوقه أكوام وأكوام من التبن.